هل ينفع اكون سعيد وانا ما بعملش ذنوب ومعاصي مثلا كبيره؟ مثلا ده سؤال بيرد في دماغ ناس كتير قوي. احب بس اقول لك على حاجه، الدراسات اثبت والعلم اثبت والواقع اثبت ان البني ادم اللي بيعمل ذنوب كتير وبيعمل معاصي كتير وبيعمل شهوات كتير بيجيله اكتئاب وبيجيله احزان، والدنيا كلها بتبقى بالنسبه له حاجه غم في هم. فرق ما بين حاجتين لازم تاخد بالك منهم قوي، السعاده والمتعه. هو ساعات بيحس بمتعه اسمها متعه مؤقته او متعه زائفه، عامله مثلا زي الاكل. انت بتاكل اكل بتحبه، لو انا اديتك الاكل ده تاكله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، في الاخر هتزهق منه وتكرف منه وبتحس ان هو عادي. سبحان الله، ربنا شرع حاجات ان في حاجات محللها وفي حاجات محرمه. فانت عندك مثلا الطريقه ديت بتخلي الشهوه ليها متعه، والحاجه اللي انت بتعملها ليها سعاده وليها رضا وليها مكان جميل في القلب. انما ان انت تمشي كده في حياتك كده على هولده على هوته، هتلاقي الدنيا تعاسه في تعاسه. السعاده انك تمشي في اوامر ربنا زي ما جت في القران وتتبع الاوامر وتبتعد عن النواهي، كده تكون انسان سعيد في حياتك. انما المتعه شيء زائل، شيء بينتهي ان البني ادم بينتهي بالمخدرات بالخمره عشان يهرب ويفضل يدور على المتعه الزائفه اللي هي بيفضل يجي وراها زي السراب كده، هو مش عمره ما يوصل لها. يعني السعاده مش في المنطقه دي خالص اساسا، السعاده دي في الرضا بربنا وانك تتبع الاوامر القرانيه والاوامر الربانيه. صباح الفل.